الفريقين إلى أرضية الملعب تحديدا مع أحمد جميل السد العالي، أكثر من زامل وأكثر من صاحب الكابتن محمد الخليوي. ربما في إشارة إلى كابتنية اللقاء. عبد الله صالح من المنطقة الشرقية يحضر، محمد الدعيع من الرياض يحضر، باسم اليامي، الحسن اليامي، عبد الرحمن عمر، يوسف الثنيان، هذه الأسماء التي تحضر. صالح الصقري موجود، سعيد العويران موجود. من الأسماء أيضا التي تشارك مروان بصاص يبدو بالقميص الاتحادي، إبراهيم سويد. إذا هذه الأسماء الاتحادية التي أحمد خريش، مناف بوشقير، محمد الصحفي، خالد الشنيف، محمد نور أيضا بالقميص الاتحادي يعود. هذه الأسماء التي الآن تحضر في الجانب الاتحادي في مباراة التكريم للراحل محمد الخليوي. من الجانب الأهلاوي هات 1-1، عصام الحضري 1، محمد شرية، عبد الله سليمان، مروان بصاص، شو الأسماء؟ ياسر القحطاني، وسام المولد، نواف التمياط، حمزة صالح من الأسماء التي تشارك في الأطفال الأهلاوية. حسين عبد الغني. اجتمعت القلوب وإن اختلفت الألوان القمصان سابقا، لكن اليوم اتحدت مع كلمة الأستاذ أحمد الدوخي. حسين عبد الغني، الصور الآن، الفلاشات، الكل الآن خلف كل الأسماء. اجتمعت النجوم في ليلة واحدة، ليلة وفاء. اجتمعت كل الأسماء في ليلة ربما لا تتكرر في مرار. الخليوي، يا الله رحمتك يا الله على الخليوي. وركلة البداية ما بين عبد المحسن وما بين صالح أبناء محمد الخليوي، ما بين اتحادي وأهلاوي، ما بين من لعب للأهلي يوما ومن لعب للاتحاد يوما. محمد الخليوي أبناءه في ركلة البداية وركلة افتتاحية. والدولي خليل جلال من يعلن صافرة البداية لأبناء الفقيد. هكذا تبدأ ملامح المباراة التكريمية، هكذا تبدأ لقطة البداية، هكذا ينطلق الأشبال والصغار نحو الشباك، معلنين أن الأمور لم تنتهي بل أنها ابتدأت من جديد. الخليوي مع هذه التحفة، مع هذه الأسماء تحضر. الخليوي يتابع أبناء الخليوي كل ما يحدث في أرضية الميدان، لأن هذه المدرجات ولأن هذه الأسماء لم تحضر إلا استجابة وتكريما للراحل محمد الخليوي رحمه الله رحمة واسعة. إذن هكذا كانت لقطة الافتتاح ولقطة البداية بعدما تابع بكرة ماضية ما بين اللاعب عبد المحسن الخليوي واللاعب. التمرير حمزة صالح في أحلى إسقاط، أحلى كورة، أحلى فرحة، أحلى جول، أحلى لبسة وأحلى لبسة. والفن فن ما يغيب، الفن فن ما يغيب، الفن فن ما يغيب. راحت عليك يا كابتن. من ياتي بالفرح، من ياتي بالفرح ومن ياتي بالسعادة دائما لمصلحة الفريق الأهلاوي. هذه الأولى يا جماعة، عينوا خير. لكن حمزة صالح في صناعة كرة، من ياتي بالهدف. الوجيه تغيرت علينا يا جماعة. من هذا لقطة ولا أجمل. الكرة تمرر إلى عموري، يا سلام، هذه جول، هذه جول، هذه جول، هذه جول. عويران يا جماعة، عويران يا جماعة، عويران يا جماعة. برافو كابتن، برافو كابتن. لمسة لعيب، لمسة لعيب، لمسة حريف،
شايفين يا حمزة؟ الفنان فنان ما يكبر. اوهو يا اللقطات، لقطات لا تنسى من العويران. عندما كان يمثل نادي الشباب حقق من البطولات مع الشباب على المستوى الآسيوي والخليجي ما لا ينسى، والآن في مرمى الحضري يسجل. برافو نوران، برافو ابو نوران. التمرير الى عموري، عموري الى كرة. يا سلام يا اثنيان، اعطينا جول ثاني، هذه جول ثاني. برافو يا بهجة، افرح يا عمي افرح، عيش الفرح يا كابتن. لكن اعطونا اثنيان. هذه التحية المعتادة ومن لا ينسى. 1 2 3 4 5 كان يردد بها احمد بهجة، لكن اعطونا الثنيان يا جماعة، اعطونا الثنيان. برافو على الفيلسوف، برافو يا كابتن. هنا احد اللاعبين يترك ارضية الميدان، لكن هذا الهدف من اللاعب اللي ترك ارضية الميدان هو خالد الشرين لإنجاح الحدث. يا سلام سلم، يا سلام سلم، يا سلام سلم. حسين عبد الغني، يا سلام يا سلام يا سلام. هذا يزداد حلا يوم بعد يوم، هذا يزداد فن مباراة بعد مباراة. وإن كانت مباراة تكريمية وإن كانت مباراة خيرية، إلى أن عبد الغني يسطر هدفا كله جمال وإبداع. برافو 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 يا عبد الغني. قطر يشارك اليوم في هذه الليلة. كابتن يعطيك العافية، كلمة عن اللاعب محمد الخليوي. الله يعافيك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا أقل شيء نقدمه للأستاذ الراحل الله يرحمه ويغفر له محمد الخليوي. أعتقد أنها بادرة جيدة من الجماعة هناك، أنهم قرروا يسووا مباراة خيرية اليوم. ما في شيء أقوله غير الله يرحمه ويغفر له، ونتمنى يعني اللعيبة الصغار يعني يتعلموا منه. يعطيك العافية. شكرا للكابتن ماجد محمد. أيضا لم أشعر إلا أنه أخا صديقا لي في كل الأحوال. الكرة العرضية المباشرة، جول رابع، جول رابع من أول هذا مهاجم يا جماعة قلب، هذا مهاجم قلب. أسامة المولد بعقد هجوم الليلة، بعقد هجوم الليلة مسجلا رابع الأهداف. تعجبني الكرة الشاملة يا أسامة المولد الليلة. أبرز لاعب مدافع في المملكة العربية السعودية، معها محمد الخليوي 3 بطولات لكأس القارات. الكرة السريعة، الفرصة، الجول، الفرحة. حمزة، برافو حمزة، وآه يا حمزة، وآه يا حمزة. هكذا يردد جمهور الاتحادي. لكن أحمد خريش في لقطة استعراضية ولا أجمل، عدت عليك يا مخرج، في لقطة استعراضية ولا أجمل. اللقطة التاريخية، اللقطة المعتادة، اللقطة اللي ما تنسى. ألف سلامة لك يا دغريري، ألف سلامة. لكن عموري شوف نقل الكرة، شوف التمرير. محمد نور الاستلام، التمرير الحضري، لا حيلة ولا قوة. حمزة إدريس الهداف دائما ما يعتاد على الأقوال والأفراح، من يسجل هدفا بعد انقطاع لسان الخليوي. عموري، يا سلام، محسودين يا أهل الإمارات في هالولد، محسودين في الموهبة، في الفن، في الإبداع. يسجل هدف ولا في الأحلام. هكذا في مباراة التكريم يتم تكريم هذا الكرنفال بأجمل اللقطات. يسجل عبد الغني بطريقة احترافية، فلدى ابن الإمارات أكثر احترافية. عموري بأحلى لمسة. برافو كابتن، برافو كابتن على الرايق، يا رايق هالزمن ورايق هالمكان. اللاعب الذي صنع للمنتخب الإماراتي مجدا ولا أروع. لك شوقي جوزيف الثنيان، الله يعطيك العافية، ما بطول عليك، لكن ما زلت نجم يعني على خفيف. جميل هالوفاء من كابتن محمد. أكيد أكيد حقيقة يعني ورثة محمد، شكرا، ورثة محمد. طبعا أنا شفتهم طبعا في العزاء وشفتهم في المقبرة. توهم صغار في السن، يمكن
ما حسوا مثلا هم حاسين بقيمة ابوه، بس يمكن مو حاسين بالوقت. لكن الحمد لله يعني شفتهم اليوم غيرت نفسيتهم اكثر، فهذا الحقيقة اللي يسعدني، وان شاء الله يكون نجوم ان شاء الله مستقبل سواء كان الاتحاد ولا الاهلي. شكرا يا مباشرة نواف التمياط، يعطيك العافية، كل عام وانت طيب. جميل جدا هذا الوفاء من اللعيبة القدام. الحمد لله. الكابتن محمد رحمة الله عليه، الله يغفر له علينا فضل كبير، واحنا نقول من جميع مناطق المملكة واللي جو من خارج المملكة العربية السعودية انه هذا رد بسيط لما زرعه محمد في نفوسنا من محبة، من اخلاص لابنائه اللي اليوم كانوا موجودين، ويكونوا مفخرون في والدهم وتحت الثرى، وإن شاء الله يمشون على نفس نهجه بإذن الله. شكرا لك كابتن نواف، وما زال لياقتك ممتازة. لا تعبانة مرة. شكرا لكم جميعا. محمد الخليوي نتعلق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عشر مبارك علينا جميعا على الأمة الإسلامية. أسأل الله العلي العظيم في هذه الأيام المباركة أن يرحم أخوي محمد الخليوي ويتغمد إن شاء الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويوسع عليه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. للأمانة أفجعنا الخبر، ولكن هذا قدر الله، وقدر الله وما شاء فعل، ونسأل الله العلي العظيم أن يتغمده إن شاء الله بواسع رحمته، ولا له منا إلا الدعاء. ياسر، هل جمعة النجوم السعوديين ايش تعني لكم؟ للأمانة هي ليلة وفاء من أهل الوفاء، احنا أشقاء وإخوان، ودائما يعني يمكن النظرة يمكن عند الجماهير أو الإعلام يكون في أحيانا بعض التعصب أو المشاكل اللي تصير بين الأندية، ولكن احنا نبقى إخوان ونبقى أشقاء، وزي أنت ما شفت يعني اللمة هذه لمة النجوم اللي موجودين، الله يعطيهم العافية ويجعلها إن شاء الله في ميزان حسناتهم إن شاء الله، والله يرحم من جمعنا. يعني أنا بالمناسبة أحب أنه أعلن باسم سمو الأمير عبد الحميد بن سعد وإدارة نادي الهلال وزملائي اللاعبين والجهاز الفني أيضا بتقديم مساعدة لأخونا المرحوم رحمة الله عليه بمقدار 200,000 ريال، يشكر عليها ويجزى الله يجزى كل من ساهم في هذا. قبل إدارة نادي الهلال، من قبل منسوبين نادي الهلال، وتشرفت اني انا اعلن هذا الاعلان من خلال توجيه سمو الامير عبد الحميد بن سعد. نسال الله العلي العظيم ان يرحم اخونا محمد الخليوي ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان ان شاء الله. يعطيك العافيه كابتن ياسر. الله يعافيك.